السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم تاني في قناة حمادة ميكس. انا دي لفترة بتاع حوالي اسبوع ما نزلتش فيديوهات، مكنتش فاضي للاسف. بس لما جت قدامي ان انا اشرح حاجة مفيدة للناس وممكن حد يستفاد فيها ما بعد، قلت يبقى نشرح مفيش مشكلة. بس يعني زي ما انت بتستفيد بالمحتوى كده او بيفيدك باي شكل من الاشكال، يا ريت تدخل وتعمل اشتراك في القناة بتاعتنا وتعمل لايك على الفيديو دويتي. مش هتكلفك حاجة وهتفيدنا في ان توصل لغيرك. طيب هنتكلم على ايه النهاردة؟ كنا اتكلمنا قبل كده على اجلام الانسولين اللي هي الابيدرا اللي بتستخدم كذا خرطوش. تمام. في منها قلنا بتستخدم الابيدرا دي من غير فيها الخراطيش، وفي منها اللي بيجي جاهز. جيت الفترة اللي فاتت اشتريت جلمان جداد، فقلت يعني نفيد الناس تستخدمهم ازاي، او يعني عرفت اجيب جلمان جداد، فقلنا نوري الناس تستخدمهم ازاي. ايه هي الاقلام الجديدة؟ اقلام النوفو رابيد والتريسيبا. ده نوع تاني مختلف عن الابيدرا. برضو النوفو رابيد زي الابيدرا بيستخدم بعد الوجبات، والتريسيبا دي بتستخدم اللي هي طويل المدى او المنشط، بتستخدم مرة واحدة بس في اليوم. شكلها ازاي العلب بتاعت الاقلام او بتيجي ازاي؟ دي الاقلام بتاعت النوفو رابيد. تمام. العلبة بتيجي كده، هما الاتنين زي بعض، نفس الشركة. نوفو رابيد او التريسيبا نفس الشركة ونفس الاستخدام، الاتنين بيجوا زي بعض. اللي ازاي استخدمه، ازاي تحصل عليه، ازاي ممكن انت تحصل على الاقلام دي مجاني من غير ما تدفع ولا جنيه. القلمين دول ممكن قلم بتلاقيه برا معدي الألف الألف ونص. في ناس ما يبقاش معاها مقدرة ان هي تشتري الاقلام دي. كل ده هنتكلمه، بس خليك متابعنا لاخر الفيديو. وزي ما قلنا يا ريت ما تكسلوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك على القناة. تمام. ولو تعليق كويس يبقى كتر خيرك. اول حاجة هنستخدم واحد فيهم، مش هنستخدم الاتنين زي بعض بالظبط. ده القلم بتيجي كده، اهي العلبة. تمام. بنفتحها. بسم الله. تيجي طبعا العلبة شيك كده خالص، وبيجي معاها برضه اللي هو اليوزر جايد اللي هو دليل الاستخدام. ده نبقى نقراه فيما بعد بقى ونشوف ايه استخدام، بس انا كده عارف استخدامه عامل ازاي واقولك ببساطة. افتح العلبة، يبقى ده منظرها. قلم شيك خالص وعلبة شيك خالص، والحافظة بتاعته حلوة وفيها عازل عشان خاطر الحرارة، عشان لو انت حاطط معاه تلج او اي حاجة ما تفقدش الحرارة بتاعتها بسرعة ويحتفظ بيها، لان الانسولين وكلام الانسولين المفروض تتحفظ في درجة حرارة من 2 ل 8. كل ما بتتعرض لدرجة حرارة اعلى الانسولين بيفقد جزء من قدرته. تمام. بطلع القلم. بسم الله. القلم خامته حلوة خالص، تقيل، استخدامه كويس. بفتح، ادي شكل القلم جوه من غير ما يبقى فيه اي خراطيش. في هنا ده البكرة بتاعت الاستخدام اللي انا بحركها، هي هنا فيها طبعا ترس امان. بفتح كده تك، يعني هو بيبقى كده كده مقفول كده. بفتح بحرك يمين او شمال على حسب، بس انا طبعا مش هتحرك عشان ما حطيتش في خرطوش اهو. تمام. بحدد الوحدة اللي انا هاخد، 1 2 3 4 على حسب وحدة الانسولين اللي انا هديها. طيب الخرطوش بيركب ازاي؟ هنجرب على بص، القلم ده بيركب على خرطوش التريسيبا وبيركب على خرطوش النوفو رابيد، يعني ينفع للاتنين. فاحنا هنستخدم على واحدة بس، واللي ينطبق على ده ينطبق على ده. تمام. ده خرطوش النوفو رابيد اللي بيجي، تستلمه زي ما هو كده. تمام. في العلبة اهو. ماشي. ثانية واحدة. وده خرطوش التريسيبا. تمام. يبقى ادي النوفا رابيد. تمام. وادي التريسيبا، الاتنين زي بعض. تمام. بس انا فاتح التريسيبا فهستخدم، بس لسه ما يعني انا طلعته من الغلاف بس مستخدمتوش لسه. بفتح القلم كده. بسم الله. بلفه زي القلم بالظبط. بيبقى ده طبعا الكباس نازل لتحت. بركب الخرطوش، اركبه الاول هنا. تمام. روح اهو كده ركب وتمام، و100 في 14. برجع الأمل دي للصفر.
تمام. هقفل الامان كده جاهز. بيبقى فاضل معايا بس ان انا اركب السن اللي انا بشتريه على الخرطوش من فوق. السن ده على حسب السن القلم ده على حسب سن الطفل او الشخص اللي بياخد الترسيبة. يعني الاطفال في سنون اسمها 3/10 بدون قلم، في بعد كده 4/10، في 5/10، على حسب الطفل وسنه وجسمه عامل ازاي. السن يعني ممكن مثلا طفل يستخدم 3/10 لو جسمه على كديه شوية، 4/10 لو جسمه أتخن شوية، نص، وهكذا. كل سن منهم على حسب سن الطفل، سواء كان طفل أو كبير. دي بترتاح الأهنتة بقى. وبيبقى السن طبعا استخدامه مثلا 3 4 أيام وبيترمي. طيب تتخزن فين الأقلام دي؟ الشركة بتقول إن هي يفضل إن هي تتخزن بعيد عن التلاجة. طيب الكلام ده لو في الشتاء، في الصيف هخزنه ازاي بعيد عن التلاجة وانا كل يوم بيبقى في خرطوش الانسولين ما ينفعش اشيله بعيد عن التلاجة؟ بيقول لك تفك، لو انت بقى عايز تخزنه في التلاجة بعد ما تدي الطفل، بتروح او الشخص بتروح فاكك السن من هنا وتشيله، وتشيل القلم في التلاجة في باب التلاجة او في درج التلاجة من تحت بدون سن، عشان السن بس ما تأثرش الرطوبة عليه ويتلى. تمام. تمام. نشيله. ادي قفلنا اهو القلم بعد ما استخدمناه في الحافظة بتاعته. هقفل. طبعا حافظة شيك خالص وشكلها جميل، وفيها زي ما قلنا فيها عازل، وتمسكها فيها حاجة تخفف الصدمة عشان دي لو وقعت منك الخرطوش ما تكشرش لأن الخرطوش جزاز. تمام. ونفس الكلام قلنا يتفق على النوفة رابط يتفق على الترسيبة. طيب الأقلام دي لو انت هتشتريها من بره بتشتريها بقى من أي شركة مستلزمات طبية، الكلام ده كله، بس بيبقى الموضوع صعب شوية. طب لو شخص محوش إن هو يشتري الأقلام دي وعايز يعني او حالته الماديه مش مسامحه، يعمل ايه؟ في ان انت تصرفها عن طريق التامين الصحي. اي طفل بيتعالج بالسكر بيبقى ليه علاج على نفقه الدوله او على التامين الصحي. بتروح حضرتك مندوب شركه نوفو، اللي بتشوف المندوب اللي تابع لمحافظتك بتسأل عليها في التأمين الصحي، أو في واحد التأمين الصحي تابع لمحافظة حضرتك بتسأل عليه. يقول لك مثلا مندوب نوفو او في المكان الفلاني، في الصيدلية الفلانية، في المجمع الفلاني. بتروح هناك بياخد منك، بيشوف بطاقة التأمين وبيشوف العلاج اللي مكتوب لك، ان هو مكتوب لك نوفا رابد والترسيبا، وبيروح بتبقى واخد معاك برضو خرطوش او 2 من كل نوع عشان يتأكد ان انت بتصرف نفس النوع، وشهادة الميلاد بتاعة الطفل الكمبيوتر، وشخص يكون يعني ابوه او امه او قارب من الدرجة الاولى ومعاه البطاقة بتاعته. بتمضي ان انت استلمت وبتستلم الاقلام بدون اي رسوم نهائي. الشركة بتاعت نوفو دي موفرة الاقلام بدون اي رسوم للاطفال بتوع التأمين، وده حاجة تشكر عليها الصراحة. بدل ما انت كل شوية بتسحب بالسرنجة، ما هو اللي ما عندوش القلم ده وعنده بياخد ترسيبة او بذرة هيضطر ان هو يسحب للطفل او يسحب للشخص من الخرطوشة نفسها بالسرنجة، ودي لها اضرار كتيرة ونبقى نتكلم عنها فيما بعد، لان القلم افضل من السرنجة بكتير، يعني بمراحل كتيرة خالص. تمام. فما تكسلش، انت عندك طفل او شخص بيتعالج بالسكر، دور على مندوب شركة نوفو هيديك قلمان، مفيش مشكلة خالص. وان شاء الله اكون عرفت افيدكم، وزي ما قلنا ما تنسوش لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم.